عباد الله، إلى متى الرقاد والنوم؟ إلى متى تستمر غفلتنا ويستمر لهونا وسط الألم الذي نعانيه؟ إلى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا؟ إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان، في المنازل، في الأسواق، في الجرائد، في المجلات، في الشاشات، في المؤسسات، في المعاملات، بل قل في كل جوانب حياتنا؟ حرب على الله. كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله؟ كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان؟ ألم ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا؟ إلى متى عباد الله ونحن نبارز جبار السماوات والأراضين بالمعاصي؟ أما نخاف؟ أما نخشى؟ هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما آن أن نصحو؟ أما آن؟ أم إننا لن نصحو إلا عندما تأتي علينا الطامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء، ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسوة قلوبنا. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأخيرا أهمس لأولئك الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه بلادنا وأمتنا، أن ينتبهوا إلى أن تقصيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط. معاصيهم منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط، بل يعود على الأمة بأكملها. فهم من أسباب الانهزام والتأخر والضعف. من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت وتمر بنا وسيمر بنا مثلها كثير إن لم نرجع إلى الله، فإن الكثير من المسلمين أفرادا ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن منهج الله، بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان. والله هذه خيانة لله ولرسوله. إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة، وكل مطيع سائر على الصراط المستقيم هو من أسباب نصرها. من صلى الفجر اليوم في جماعة فهو من أنصار هذا الدين. فأسألك بالله العظيم، هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا، أم كنت في صفوف المتخلفين؟ هل كنت سبب من أسباب قوة الأمة اليوم أو من أسباب ضعفها؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وتأمل يا أخي المسلم كيف قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره
إن الله لقوي عزيز. أكد هذا النصر بمؤكدات لفظية، وهي القسم المقدر واللام التي تدل على التوكيد ونون التوكيد، وأكد ذلك بمؤكدات معنوية، وهي قوله إن الله لقوي عزيز، فبقوته وعزته ينصر من ينصره. وتأمل كيف ختم الآيتين بقوله ولله عاقبة الأمور. فإن الإنسان قد يقول بفكره الخاطئ كيف ننتصر على هذه الأمم الكافرة وهي أقوى منا وأعتى منا، فبين الله تعالى أن الأمر إلى الله وحده، وأنه على كل شيء قدير. ولا يخفى علينا جميعا ما تحدثه الزلازل التي تكون بأمر الله عز وجل، بأن يقول للشيء كن فيكون، فيحدث من الدمار العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تحدثه قوى هذه الأمم مجتمعة. يحدث في لحظات رب الأرض والسماوات من الدمار العظيم الشامل ما لا تحدثه قوى هذه الأمم إن كانت مجتمعة. والله لو نصرنا الله حق النصر لانتصرنا على كل عدو لنا في الأرض. لكن مع الأسف إن كثيرا منا كانوا أديانا لأعداء الله وأعداء رسوله، ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك. إني أدعو نفسي وإياكم أيها الأخوة إلى أن نتآلف في دين الله عز وجل، وأن نتكاتف على إقامة شريعة الله، وأن ينصح بعضنا بعضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن في الأسلوب والإقناع بالحجج الشرعية والعقلية، وألا ندع أهل الباطل في باطلهم، لأن لهم حقا علينا أن نبين لهم الحق ونرغبهم فيه، وأن نبين لهم الباطل ونحذرهم منه. أما أن نكون أمة متفرقة لا يلوي بعضنا على بعض ولا يهتم بعضنا ببعض، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ليس من عاقل يرضى بما يحدث لا في بلادنا ولا في بلاد المسلمين. لكن قبل أن نخطئ بعضنا بعض لابد أن نراجع الحسابات، لابد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق. لابد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، وهي على وشك الغرق إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. والله السفينة على وشك الغرق إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات. اللهم امن علينا بتوبة نصوح يا رب العالمين. اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من حاد منهم عن الصواب فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوبا والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.